يعني إيه تعلُّق؟ يعني إيه حُب؟ يعني إيه احتياج؟ أوقات كتير باحس إن أنا باحبه، وأوقات كتير لأ، أوقات كتير باحس إن أنا محتاجاه في حياتي، وأوقات كتير لأ، أوقات كتير باحس إن هي دي الشخصية اللي أنا اخترتها لحياتي، وأوقات كتير أقول الشخصية دي ما تنفعنيش، أوقات كتير باحس إن هي دي شريكة حياتي، وأوقات كتير باقول أنا حاسس إن أنا اخترت غلط. طب يا ترى الأسئلة دي كلها جاية بناءً على إيه؟ أول حاجة خلّينا ندردش في مفاهيم بسيطة كده، يعني إيه تعلُّق؟ يعني إيه حُب؟ يعني إيه احتياج؟ طبعًا من الأسامي الشهيرة اللي إحنا دايمًا متعودين عليها وبنقولها بشكل سلبي هي التعلُّق والاحتياج، المألوف عليه والشكل المطمئن فكرة إن أنا باحب. طيب مؤخرًا بقينا نشتكي من فكرة هو أنا مش عارف هو أنا محتاج الشخص ده والّا باحبه والّا عايزه في حياتي والّا اتعودت عليه والّا عشان هو بقى له عِشرة سنين فهو ده اللي قدّامي فخلاص حاسس إن أنا هو ده شريك حياتي المناسب. كل الأسئلة دي اللي هاجاوب عليها فعلًا هو إحساسك ومشاعرك في العلاقة. إحساسك ومشاعرك في العلاقة ثابتة والّا متغيّرة؟ مستقرة وهادية والّا ups and down؟ يعني كل شوية بتروح في حتّة بعيدة أوي وترجع 5 دقايق، وترجع تروح في حتّة بعيدة تاني وترجع 5 دقايق. لو جينا قِسنا كده، يا ترى 75% أنا إحساسي ومشاعري بشريك حياتي في العلاقة اطمئنان، استقرار، هدوء، والّا قلق وتوتر ونرفزة وصراع طول الوقت في مين فينا يكسب القضية، مين فينا الصح ومين الغلط؟ طول الوقت بنحاول نحل مشاكلنا إزاي؟ وإحنا فاهمين بعض وإحنا سامعين بعض والّا طول الوقت بنحل مشاكلنا في ندية وصراع؟ يا ترى نسبة الأمان اللي حاسس بيها في وجود الشخص ده قبل الجواز زي بعد الجواز؟ هل حصل تغيير؟ طب هل بعد الجواز نسبة الأمان قد إيه؟ واثق في شريك حياتي قد إيه؟ طب سعادتي في العلاقة دي قد إيه؟ ببساطة كل ما كان احتياجك في العلاقة إن أنا إزاي آخد، إزاي أشرب مشاعر، إزاي أشرب أمان، إزاي أشرب ثقة، إزاي أشرب احتواء، إزاي آخد هدوء، فأنا هنا بادوّر على حاجة من الماضي، حاجة في سلسلة السيستم العائلي بتاعي. يا ترى كنت مفتقدة لإيه وأنا صغيرة؟ مفتقدة الأمان، فهادوّر 24 ساعة في العلاقة عن الأمان. مفتقدة الحُب، فأنا هادوّر 24 ساعة وعندي احتياج للحُب. مفتقدة الكلام الحلو، فهافضل أدوّر على الكلام الحلو. مفتقدة حد يحسّسني إني مبسوطة أو متشافة أو حد يسمعني، فهافضل أدوّر في شريك حياتي على نفس الشيء. فده الاحتياج. طب إيه هو الحُب؟ الحُب إن أنا أدخل العلاقة وكل الحاجات دي مكمّلاني، حاسس بيها في نفسي، مع نفسي، بعيدًا عن شريك الحياة، فأنا قادر أكون مبسوط، قادر أكون محبوب لنفسي، باحب نفسي، قادر أكون باهتم بنفسي، قادر أكون باحس بهدوء واستقرار وسلام نفسي مع نفسي بعيدًا عن شريك الحياة. ولكن اللي بيحصل عكس كده تمامًا، إن بقيت أنا في العلاقة رَد فعل، لو هي مبسوطة فالعلاقة بتمشي كويسة جدًا، لو هو مبسوط فالعلاقة بتبقى زي الفل، لو حد فينا إحنا الاتنين موده مش أحسن حاجة فالدنيا بتقلب، فبقيت أنا في العلاقة رَد فعل. ليه؟ عشان أنا بامتص طاقة الشخص ومستنيها إن هي تغذيني، والعلاقة الصحية بتبقى محتاجة مننا علاقة توازن، علاقة شوية أنا هادّي فيها وشوية هاخد فيها، شوية أنا بادّي أمان وباخد أمان، بادّي استقرار وباخد استقرار، في نفس الوقت اللي عندي ما بيقلّش بناءً على عدم استقرار الشخص التاني. فالاحتياج مشاعرك فيها تبقى طول الوقت على ذبذبات الخوف، التعلق، الفقد، أنا طول الوقت مش على أرض ثابتة، على عكس الحب أنا طول الوقت على أرض ثابتة، أيًا كانت الأحداث جوه العلاقة إيه ups and down أنا على أرض ثابتة، حياتي مستقرة، فيها أمان، فيها هدوء نفسي، تمام؟ فهو ده اللي بيفرق ببساطة بين الخوف في الاحتياج والأمان والاستقرار في الحب. ففي سيستم العيلة بتاعنا كل ما أنا كنت وأنا صغير
عطشان للخوف والحب والاهتمام، كل ما كبرت ذبذبات الخوف عندي أقوى، فده هيوديني إن أنا برتبط بشخص الاحتياج عندي ليه أقوى. على عكس الحب، لو أنا مشاعري في الطفولة كانت ممتلئة، فيها ثبات، فيها حضور للأب والأم ووجودهم في حياتي، فيها تغذية منهم لمشاعري، هطلع على أرض ثابتة، هختار ساعتها شريك حياتي بوعي من منطقة أمان واستقرار وهدوء نفسي وامتلاء، مش من فراغ. ومن هنا أبتدي أدور، يا ترى أنا في العلاقة اللي أنا فيها حاليا احتياج ولا حب؟ ولو وصلت إن فيها فراغ، فيها مشاعر قلق، توتر، خوف من فقد، تعلق، ساعتها لازم ألجأ بسرعة واشتغل على النقطة دي في الفايل بتاعي. فالحب الحقيقي مش هيخليكي خايفة طول الوقت، مش هيخليكي مستنية رسالة طول الوقت، مش هيخليكي على ذبذبات يا ترى يا ترى يا ترى، مش هيخليكي تستني مكالمة عشان تطمنك، مش هيخليكي تحللي كل كلمة هي اتقالت ليه وعشان ايه وكان يقصد بيها ايه. الحب الحقيقي اللي في حياتك هيجي فعلا لما انت تكون مطمن ومستقر نفسيا مع نفسك، هتلاقيه هو في حياتك جاي بيكمل الاطمئنان والاستقرار ده. الاحتياج هيقولك ان انا مش عارف استغنى عن العلاقة دي، لكن الحب اللي بجد هو اللي من خلاله تقدر تستغنى عن العلاقة. فكل ما تلاقي نفسك مش قادر تستغنى، أو في تعلق أو مشاعر توتر وقلق، اعرف ساعتها إن أنا مش في علاقة ناضجة. أشوفكم على خير في فيديو جديد في سلسلة العلاقات.